مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. حسمت الحكومة المغربية موقفها بخصوص إقامة شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى لهذه السنة، مؤكدة أن الطقس الديني العريق سيعود بعد أن تم إلغاؤه سنة 2025 بسبب ظروف استثنائية مرتبطة بالوضعية الصحية للقطيع الوطني والتحديات المناخية التي شهدها المغرب. وأوضح مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال المدوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس أن شعيرة نحر الأضحى ستقام هذه السنة بشكل عادي، وذلك بفضل مجهودات مكثفة بذلتها الدولة لإعادة التوازن إلى القطاع، بما يشمل تسخير إمكانيات مهمة لإعادة تشكيل القطيع الوطني وإطلاق برنامج دعم خاص بالمربين والكسابة. وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات أسهمت بشكل ملموس في تحسين عدد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج وتعزيز قدرة الفلاحين على الصمود أمام مختلف الإكراهات، كما ساهم الموسم المطري الأخير في إنعاش المراعي وتحسين ظروف تربية الماشية، وهو ما انعكس إيجابياً على القطاع ككل. وأشار بيتاس إلى أن الحكومة ماضية في مواصلة دعمها للقطاع، حيث يرتقب تفعيل الشطر الثاني من برنامج الدعم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ المكتسبات وضمان استقرار السوق الوطنية وتوفير اللحوم بشكل كاف خلال عيد الأضحى. واختتم المسؤول الحكومي حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للفلاحين والمربين، وضمان استمرار الطقوس الدينية المهمة التي تجمع الأسر المغربية في هذه المناسبة المباركة.